كل سنة وأنتم طيبين شباب تالتة ثانوي، ركّزوا معايا، أنتم دلوقتي طبعًا فترة إجازة نُص السنة ودي بتبقى دايمًا أنتم بتفكّروا فيها ومستنيينها بفارغ الصبر. بُصّوا بقى، أول حاجة أسبوعين الإجازة دول، سواء حضرتك خدت من دروسك حصة أو 2 لازم تنسّقها إزاي؟ على الأقل لازم تدّي لنفسك فترة 3 أيام هُدنة من المذاكرة تمامًا، تبدأ إن أنت تريّح دماغك على قد ما تقدر، تاخد قدر كافي من الراحة، على الأقل لو مش هتخرج ممكن تاخد الفترة دي كلّها فترة نوم، حالة من الاسترخاء شوية، يعني حاول على قد ما تقدر إن أنت ما تبقاش تحت ضغط لمدة 3 أيام. بعد ال3 أيام ابدأ اعمل لنفسك جدول مذاكرة يستمر معاك من أول اليوم اللي أنت هتبتدي فيه ده، لغاية ما تبدأ أوتوماتيك تشتغل على الموضوع ده لغاية نهاية شهر 4 بداية شهر 5. بمعنى لازم تبقى عامل في حساباتك أو في جدولك على قد ما تقدر إن أنت المفروض إن جدولك ينسق إن جزء منه هيكون لمراجعة الأجزاء اللي فاتتك، وجزء تاني إن أنت تبدأ تذاكر أول بأول الأجزاء الجديدة. طب واحد يقول لي أنا ما ابتديتش السنة أصلًا بالشكل الجدي ده، أنت بتكلم الناس الشاطرة اللي اشتغلت تمام، لا والله أنت لسه قدامك الفرصة عادي جدًا، ركّز معايا أوي في كل كلمة أنا هاقولها لك دي. أول حاجة لو أنت ابتديت جدولك بشكل نظامي من دلوقتي، هتبدأ تعيد حسابات الأجزاء اللي فاتت، وابدأ من بداية كل شغل كل مدرس معاك، يعني حاول إن أنت تبدأ تشتغل من الجديد، وتخلّي جزء من جدولك أو يوم أو يومين من جدولك، أنا عمّال أكرر كلمة جدول لسبب، لإن أنا كان سبق في فيديو قبل كده قُلت لك مذاكرة من غير نظام ما لهاش لازمة، يعني لو أنت سيادتك ما عملتش لنفسك نظام، يبقى قلة المذاكرة أحسن أو قلة مجهودك اللي أنت بتعمله أحسن. حاول على قد ما تقدر إن أنت تخلّي ليومك ولجدولك ولحياتك في الفترة اللي جاية من الثانوية عامة على قد ما تقدر نظام. وفي ملحوظة مهمة جدًا، داخل معانا الترم الجاي إن شاء الله بإذن الله، كل سنة وأنتم طيبين، رمضان وما أدراك ما رمضان بقى، هو شهر جميل وشهر عبادة والدعوات فيه مستجابة، لكن الوقت فيه مع الشخص اللي مش منظم، الوقت ده رايح في 60 داهية. أصل أنا بابقى صايم وتعبان وما باقدرش أذاكر، أصل أنا بابقى مش عارف إيه وإيه اللي بيحصل، أصل ناس جات لي، أصل بعد الفطار على طول. بُص كل الكلام اللي أنا باقوله ده باختصار، حاول تنظّم قبل رمضان، لإنك لو فكرت تنظّم في رمضان اللي هو في شهر 3 وقت حرج جدًا، حضرتك مش هتعرف تنظّم لو أنت مش بادئ قبلها نظام. ثانيًا وقت الصيام هو أحسن وقت أصلًا تذاكر فيه، واستنوا مني فيديو إن شاء الله قبل رمضان بأسبوع هاقول لكم النظام اللي إحنا هنعمله في رمضان، لكن على قد ما تقدروا الفترة دي حاولوا إن أنتم تخلّوا لنفسيكم جدول معيّن، بحيث إن أنت ما تتزنقش زنقة الكلاب اللي أنتم عارفينها، لإنها في ثانوية عامة للأسف الشديد ما بتجيبش أي نتيجة، هي مش أولى وتانية ولا حتى إعدادية. تحاول على قد ما تقدر إن أنت تنسّق أمورك، إن أنت ما تتزنقش الزنقة دي، رجاءً لو سمحتوا تنظيم على قد ما تقدر، وخُد لك فترة هُدنة في الأجازة علشان تستعد للي إحنا هنعمله فيك، يعني أنا مش عارف أقول حاجة تانية غير كده يعني، تمام؟ بس إجباري والله إحنا بنعمل كده عشان خاطر مستقبلكم في الأول أو في الآخر. شدّوا حيلكم وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله تبقى إجازة خير، وتبقى بداية ليكم إن أنتم تطلعوا لقدّام بأعلى قوة وبأعلى حماس ممكن، وبأطول فترة إرادة لنهاية السنة إن شاء الله. مع السلامة.